أهلا بيكم. كل قرار شراء بناخده من أول فنجان القهوة بتاع الصبح لحد أكبر عملية شراء ممكن نعملها بتحكمه مجموعة قواعد غير مرئية. النهاردة هنفك مع بعض الشفرة دي وهنكشف أسرار نظرية الطلب، النظرية اللي بتفسر إحنا ليه بنشتري اللي بنشتريه. خلينا نبدأ بسؤال بسيط جدا، سؤال كلنا بنعيشه. إيه اللي بيحصل يخلينا نتحمس ونشتري أكتر لما نلاقي تخفيضات أو أوكازيون؟ الإجابة على السؤال ده هي المدخل لكل حاجة هنتكلم فيها. طيب، عشان نفهم صح، كلمة طلب في علم الاقتصاد مش مجرد نفسي في حاجة. لا، الموضوع أعمق من كده. الطلب هو الرغبة، بس لازم يكون معاها شرطين تانيين: القدرة على الدفع والاستعداد إنك تدفع فعلا. يعني لو حد نفسه في عربية معينة بس مش معاه تمنها، دي في علم الاقتصاد اسمها أمنية، مش طلب. تمام، بما إننا فهمنا يعني إيه طلب بالظبط، يلا بينا ندخل على القانون الأساسي اللي بيحكم العلاقة بين سعر أي حاجة والكمية اللي الناس مستعدة تشتريها. الموضوع ببساطة هو علاقة عكسية، ودي هي النقطة الجوهرية. كل ما السعر يطلع لفوق الناس بتشتري كمية أقل، وكل ما السعر ينزل لتحت الناس بتشتري كمية أكبر. منطقي جدا، صح؟ بصوا كده معايا على الجدول ده بنسميه جدول الطلب. شوفوا ازاي لما السعر كان 50 الكمية اللي الناس عايزاها كانت 6 وحدات بس، لكن لما السعر نزل ووصل ل10 الكمية المطلوبة نطت ل18. الأرقام هنا بتأكد القانون اللي لسه قايلينه بشكل واضح ومباشر. والأجمل من الأرقام إننا نقدر نحولها لصورة مرئية. الرسم البياني اللي قدامنا ده هو منحنى الطلب. كل نقطة عليه بتمثل سعر معين والكمية اللي الناس هتشتريها عنده، والميل بتاعه اللي نازل لتحت ده هو التجسيد المرئي لقانون الطلب، العلاقة العكسية اللي بنتكلم عليها. لحد دلوقتي كل كلامنا كان عن السعر بيزيد، السعر بيقل، لكن هل السعر هو العامل الوحيد اللي بيأثر على قرارات الشراء بتاعتنا؟ الإجابة هي لأ طبعا. يلا بينا نشوف إيه تاني ممكن يدخل في المعادلة. فكروا فيها كده، لو مرتب حد زاد فجأة مش ممكن يشتري كمية أكبر من حاجات معينة حتى لو سعرها ثابت؟ أو لو ظهر منتج جديد أحسن مش ممكن يبطل يشتري المنتج القديم؟ هنا الموضوع بيكبر شوية عن مجرد سعر. ركزوا كويس قوي في النقطة دي عشان مهمة. لما السعر بس هو اللي بيتغير، احنا مش بنرسم منحنى جديد، لا، احنا بس بنتحرك من نقطة لنقطة تانية على نفس الخط، زي من النقطة E للنقطة B كده. ده اسمه تغير في الكمية المطلوبة. ركزوا في الكلمة الكمية، احنا بنتكلم عن تغير في الكمية بس، مش في رغبتنا الأساسية. أما بقى لو حصل تغير في أي حاجة تانية غير السعر، زي الدخل أو الموضة أو الأذواق، هنا بيحصل اللي بنسميه تغير في الطلب نفسه. المنحنى كله على بعضه بيتحرك يا إما لليمين لو الطلب زاد أو للشمال لو الطلب قل، وده معناه إن الناس بقت عايزة تشتري كمية مختلفة عند كل الأسعار الممكنة. طيب، إيه هي العوامل دي؟ ممكن تكون زيادة في الدخل أو تغير في الموضة. ممكن كمان سعر سلعة تانية يأثر، يعني مثلا لو سعر القهوة غالي قوي ممكن نلاقي الطلب على الشاي زاد. أو حتى توقعاتنا للمستقبل، لو كلنا عرفنا إن في تخفيضات كبيرة جاية الأسبوع الجاي أكيد هنأجل الشراء بتاعنا، فالطلب النهاردة يقل. تمام، عرفنا إن السعر لما بيتغير الكمية بتتغير، بس السؤال اللي بعد كده هو بتتغير بقد إيه؟ هل رد فعلنا كبشر لتغير الأسعار دايماً بيكون بنفس القوة؟ هنا بندخل لمفهوم أعمق شوية، مفهوم المرونة. يعني فكروا فيها، لو سعر الملح زاد الضعف، هل استهلاكنا هيقل للنص؟ غالباً لا. لكن لو سعر نوع معين من العربيات الفخرة قل بنسبة 10% بس، ممكن مبيعاته تزيد بنسبة ضخمة جدا. الإجابة على السؤال بداية قد إيه ده هو اللي بنسميه المرونة. المرونة في الحقيقة هي مقياس للقوة. مين اللي معاه القوة في السوق، البايع ولا المشتري؟ شوفوا المقارنة البسيطة دي، السلع الضرورية اللي صعب نستغنى عنها زي العيش والدواء بنسميها سلع غير مرنة. هنا القوة في إيد البائع لأنه عارف إننا هنشتري مهما السعر اتغير. على العكس، السلع الكمالية أو اللي ليها بدايل كتير بنسميها سلع مرنة. هنا القوة بتتنقل للمشتري لأن أي تغير بسيط في السعر بيخليه يغير رأيه بسهولة ويروح لبديل. وطبعا الاقتصاديين بيحبوا يكون فيه مصطلحات علمية. المفهوم ده اللي بيقيس قوة رد فعلنا لتغيرات الأسعار اسمه الرسمي هو مرونة الطلب السعرية. يلا بينا نشوف أشكال المرونة دي بصرياً. أول حالة هي الحالة المتطرفة، الطلب عديم المرونة تماماً. المنحنى عبارة عن خط رأسي واقف زي الحيطة، ده معناه إن السعر ممكن يطلع للسماء أو ينزل للأرض والناس هتفضل تشتري نفس الكمية بالظبط. المثال الكلاسيكي هو دواء منقذ للحياة زي الأنسولين لمريض السكر. الحالة التانية هي الطلب غير المرن. لاحظوا إن المنحنى هنا شديد الانحدار،
عامل زي جبل عالي، صعب جدا تتحرك بالعرض يعني تغير الكمية، حتى لو حصل تغير كبير بالطول يعني في السعر. ده معناه إننا محتاجين تغير كبير جدا في السعر عشان نشوف يدوب تغير بسيط في الكمية اللي الناس بتشتريها. معظم السلع الضرورية بتقع في الفئة دي. بعد كده عندنا الحالة اللي في النص بالظبط، واسمها الطلب متكافئ المرونة. هنا التغير متناسب تماما، يعني لو السعر زاد بنسبة 10%، الكمية المطلوبة هتقل بنفس النسبة بالظبط 10%. دي حالة نظرية أكتر منها واقعية، لكنها بتساعدنا نفهم التوازن بين الحالات المختلفة. نيجي بقى للناحية التانية، الطلب المرن. شوفوا ازاي المنحنى مسطح أكتر، شبه الطريق الممهد. ده الشكل البياني لرد الفعل القوي. أي تغير بسيط في السعر هيقابله رد فعل كبير جدا في الكمية اللي الناس بتشتريها. زي ما قلنا، دي السلع الكمالية أو أي حاجة ليها بدائل كتير تخليك تستغنى عنها بسهولة لو سعرها زاد سنة. ودي آخر حالة وبرضه حالة نظرية، اسمها الطلب لا نهائي المرونة. المنحنى بيكون خط أفقي تماما، معناها إن المستهلكين عندهم حساسية مطلقة للسعر، مستعدين يشتروا أي كمية عند سعر معين، لكن لو السعر زاد ولو قرش واحد الطلب بيوصل للصفر ومحدش هيشتري خالص. دي بتمثل أقصى درجات المرونة. طيب، بعد ما فهمنا كل المفاهيم دي من أول قانون الطلب لحد درجات المرونة ال5، إيه أهمية الكلام ده في الواقع؟ إزاي الشفرة دي بتساعدنا نفهم السوق اللي بنتعامل معاه كل يوم؟ فهم الشفرة دي مهم جدا. الشركات بتستخدمه عشان تعرف لو رفعت السعر هتخسر زباين قد إيه. الحكومات بتستخدمه عشان تفرض ضرائب على السلع غير المرنة زي السجاير، لأنها عارفة إن الطلب عليها مش هيقل قوي. وبالنسبة لنا كلنا، فهمنا ده بيخلينا واعيين أكتر بقراراتنا المالية والشخصية. وفي النهاية، السؤال اللي هسيبه معاكم، المرة الجاية لما تشوفوا تخفيض على سلعة أو تلاقوا سعر حاجة ضرورية زاد، هل هتبصوا للموضوع بنفس الطريقة؟ فكروا فيها.